about motion. Something only has to be pushed or pulled if there's a force slowing it down. عشان تتعود تتكلم بالسهولة دي لازم تبدأ رحلتك مع الإنجليزي بالطريقة دي. احفظ جمل مشهورة بتتقال كتير وتعود من بداية رحلتك مع الإنجليزي إنك تتكلم بالجمل، لأن للأسف من أكبر المشاكل اللي واجهتنا مع الإنجليزي هو إننا من صغرنا اتعودنا على الطريقة الغلط، الطريقة اللي بتعتمد على حفظ كلمات منفردة ومذاكرة قواعد الجرامر عشان نقدر نتكلم إنجليزي. وده اللي بقدمه لك في مجموعة كتاب أهم 5000 جملة هتحتاجهم في الإنجليزي. هتلاقي فيهم أكتر من 5000 جملة و40 محادثة جاهزين للاستخدام فورا، مغطين لك أكتر من 300 موضوع في اللغة، ومش أي مواضيع، دي المواضيع المهمة جدا اللي تقريبا مفيش أي محادثة بتخلو منهم، لو أنت في المواصلات، لو بتاكل، لو بتحجز في فندق، لو بتبيع وبتشتري. كمان في قسم مخصوص للبيزنس انجلش حوالي 140 صفحه، هتلاقي جمل ومحادثات عن الميتنج وعمل الايميل والبرزنتيشن والتفاوض وانك تتكلم مع مديرك وتعمل انترفيو وخدمه العملاء وغيره من المواضيع كتير. وعشان تنطق الجمل صح هتلاقي الكتاب متسجل باكسنت امريكي 100% اللي مسجلهم واحد من امريكا. ده بالنسبه لاهم المواضيع في الكتاب. طيب لو عايز تتقن الانجليزي من A to Z زي ما بيقولوا، هتلاقي ماتيريال اضافيه ومعاها كتيب الخطه اللي بيقول لك هتذاكر ايه كل يوم وهتذاكره ازاي والمده قد ايه، وده عشان تريح دماغك تماما من اي شيء غير انك تدخل تطبق على طول. استثمر في نفسك واطلب الباكج دلوقتي وهتوصل لك لغايه البيت.